النظر فقط لهذه المعطيات تعطي القائمين على البحث في العالم العربي أين يجب التوجه بالرأي في البحث العربي. الموضوع كثير مهم، يجب أن نعطيه كمان أهمية أكثر مما حصل عليه. التوزيع من أي دول؟ دولة مصر الشقيقة كانت في المقدمة 26 باحث من مصر اللي هي العراق، المملكة العربية السعودية، وكان في عندنا طبعا متقدمين من السودان، ليبيا ولبنان، ففي عندنا توزيع بهذا الشكل. نظرنا إلى لماذا لم يتم الاختيار للمرحلة الثانية، هذا الشيء كثير مهم بالنسبة لنا خاصة بالتقديم للمرحلة القادمة. العدد الكبير اللي حوالي 40% كان بالحقيقة قدموا أبحاث بدون مرجعية، لم يكن عنده مرجعية في بحث علمي منشور، وهذا هو كان أحد الشروط بالنسبة للبحث العلمي. احنا كان هذا البحث العلمي جيد فكان المفروض أن يكون له ورقة دعم. في بعض المواضيع كانت بالحقيقة قديمة، واحنا كنا بالجمعية حريصين أن تكون مواضيع جديدة 5 سنين. المواضيع السابقة ما كناش نحب نشجعها، وكان في بعض المواضيع كانت بالحقيقة خارج عن موضوع المسابقة، فهذا التوزيع اللي كان عندنا بالنسبة لعدم الاختيار للجولة الثانية. كمان التوزيع عندنا باللون الأحمر، لاحظ أنه حوالي النصف من مصر، من العراق أقل من النصف، عندنا التوزيع. ولكن في عندنا 4 دول عربية بالحقيقة لم يتم اختيار أي شخص منها للدورة الثانية، هي اليمن، سوريا، السودان وليبيا. وإذا نظرنا إلى هذه الدول للأسف تعاني من بعض المشاكل. هذا الشيء كمان يعطينا فكرة جيدة إنه المشاكل اللي تمر فيها بعض الدول تؤثر أيضا على موضوع البحث العلمي، وفي ترابط كبير جدا بين هذا الموضوع. الحائز على الجائزة وكما تكلمت بالإجماع الأستاذ الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي من جامعة الأزهر من مصر. هو بالحق شاب واعد ونفتخر فيه جدا على مستوى العالم العربي. عمره 40 سنة، عنده أمام عمر طويل إن شاء الله لإسهام في تقدم العالم العربي. حصل على الدكتوراه في المواد المتقدمة من جامعة في ماليزيا، وهو بالحقيقة هذا الإجماع اللجنة هو باحث مميز على مستوى العالم فقط، ليس فقط على مستوى العالم العربي. في عندنا قاعدة البيانات لشبكة العلوم، هي القاعدة الأساسية في البحث العلمي، عنده 102 ورقة. هذا الشيء يعني يفتخر فيه، عدد كبير جدا. الاستشهادات حوالي 2400، والاتش اندكس العام اللي بتتميز فيه احدى الباحثين 30 يعتبر كمان عالي جدا. فبالحقيقه احنا يعني فخورين جدا انه في العالم العربي وفي دوله مصر الشقيقه انه عندنا هذه الباحثين الواعدين واللي نعتمد عليهم ان شاء الله، ونتامل منهم انه يقدموا العالم العربي في مجال المياه في المجالات القادمه ان شاء الله. وشكرا لكم. والآن أدعو لتسليم وتسلم الجائزة بداية الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، تفضل. وأدعو معالي الدكتور محمد ولد عمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو، ليسلم الجائزة والدرع نيابة عن الفائز لسعادة السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية. تفضل مشكورا.
سعادة السفير، وأدعو الممثل الشخصي لرئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي السيد خالد بن خليفة الربان